السلام عليكم يا اجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه دايما. حبايب قلبي وحشتوني كتير كتير، وزي العاده انا بسلم عليكم. اتمنى لكم كده الصحه الدايمه، واتمنى ان انتوا تكونوا كمان موجودين معايا دايما يا حبايبي. اللي لسه اول مره اشوف عندي القناه، فضلا منكم بقى الاشتراك ولايك حلو كده وكومنت جميل زيكم. واللي موجودين معايا طبعا انتوا خلاص حفظتوني، انا بحب كومنتاتكم الجميله. تسلموا لي عليها بجد، ربنا يخليكم كده، ونفضل كده كلنا مع بعض، عيلة واحدة وأسرة واحدة كده، ومع بعض يعني إن شاء الله مكملين. أتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم. النهاردة روتين يوم الجمعة، زي ما احنا عارفين يوم الخميس كده انتوا اتعودتوا ان يوم التنظيف العالمي بالنسبة لي يوم الخميس، اللي هو التنظيف الأسبوعي كل يوم خميس. ماشي، وطبعا في تنظيفات يومية، فالنهاردة يوم الجمعة ده يعتبر تنظيف يومي. طبعا الشقة عندي نظيفة من امبارح، وكل حاجة عندي كويسة. وده زي ما قلت لكم قبل كده ان ده المكان اللي احنا يعني كلنا بنتجمع فيه او بنقعد فيه باستمرار عشان التلفزيون وكده. تمام. فالنهاردة بقى الجمعة، بعد ما قمنا بقى وخلصت كل اللي ورايا وفطرت، والاولاد فطرت وقعدنا مع بعض كده شوية. انا عايزه اقول لكم ان ده كده قبل وقت الغدا. ماشي، يعني انا لسه ما عملتش الاكل، وقلت لا، ما كنا قاعدين بقى في بقى الاولاد الكبار بيذاكروا، والصغيرين كده لقيتهم ناموا لهم كده ساعة. فقلت لا خلاص، في الوقت ده استغل بقى الفرصة ان هم نايمين الصغيرين. عارفين الاطفال الصغيرة لازم يجي عليها وقت بالنهار كده وبتنام ساعة ولا حاجة. ماشي، فانا قلت بقى استغل الفرصة، الكبار بقى في اوضهم بيذاكروا والصغيرين نايمين. تمام. فقلت خلاص بقى استغل الفرصة دي واقوم اروق الانتريه مطرح ما كنا قاعدين. فانا مش همسح طبعا، ده ترويق يومي او تنظيف يومي، لان امبارح طبعا زي ما قلت لكم كان الاسبوع يعني كنسه ومسحه ومنفضه وعامله حاجات كتير، فالدنيا عندي نظيفه. فانا هرتب بس الانتريه كده ترتيب مطرح ما كنا قاعدين وكده. فانا بس هكنس معاكم السجاده، يعني انا نفضتها كده نص وركناها على جنب نص كده. السيراميك مطرح ما واقفه نظيف، ما فيهوش حاجه وممسوح من بالليل. ماشي، هرجع السجاده كده مكانها وهكنس. وانا دلوقتي برتب معاكم بس الانتريه زي ما شفنا في اول الفيديو، نفضته كده تنفيضه خفيفه مطرح ما الاولاد كانت قاعده وكده. تمام. بحاول اسويه، لان الشلته ديت اللي انا كنت ماسكاها هبطانه خالص غير اختها اللي جنبها، فدايما مضايقاني، واحده عاليه واحده واطيه، يعني واحده الشلته بتاعتها عاليه شويه اللي هي دي اللي انا ماسكاها، والتانية اللي جنبها اقل شويه. تمام. فبقى متضايقه خالص من اللي هي الهاديه اللي واطيه خالص دي كده، مطرح القعاد عليها كتير فمضايقاني جدا. فبحاول اظبط يعني وارتب الانتريه على قد ما بقدر. تمام. فانا هنا نفضت الانتريه تنفيضه خفيفه مطرح ما كنا قاعدين والاولاد قاعده، وبرجع المخدات مطرحها كده وبرتب الانتريه عشان يبقى شكله مترتب ونظيف. ماشي، وزي ما قلت لكم بقى انا مسحه وكده وكل حاجه والدنيا عندي كويسه. هنا زي ما قلت لكم السجاده نص نفضتها نص كده علشان الحرف، يعني كل حاجه بقى من قدام تيجي بقى في النص وانا بكنس كده يبقى سهل معايا. ماشي. انا هنا عدلت لكم الكاميرا بقى في الوش، يعني غيرت مكان التصوير عشان يبقى في كده اختلاف وما تملوش اثناء التصوير. حبيت ان انا اغير كده ايه المكان، وبرتب كده برضو الستاره عشان يبقى شكلها حلو. ماشي، اتمنى بقى اللي وصل معايا بالفيديو هنا، سواء بقى اول مره يشوف القناه سواء موجودين معايا، ما تنسونيش بقى في اللايك الحلو على الفيديو والكومنت الجميل اللي انا بحبه منكم. كومنتاتكم العسل كده من الناس العسل، تسلموا لي كلكم يا رب. هنا انا زي ما قلت لكم اهو رجعت السجاده مكانها، وانا لسه هكنسها بقى باقي السجاده نصها اتنفض كده، يعني جبت التراب وكل حاجه عليها في النص عشان يبقى سهل معايا ان انا اكنس يعني على طول وكده. كده رجعتها مكانها. هبتدي بقى ان انا ايه اكنس يا جماعه، برتبها كده عشان تبقى شكلها مترتب. هبتدي اكنس، يعني انا بحب ايه المكان ينضف اول باول، يعني مادام بقى كنسين بقى ومسحين من بالليل والدنيا عندنا نظيفه وكل حاجه مترتبه والشقه زي الفل، ما نسيبش بقى مطرح العيال. يعني اول باول كده نقوم ايه كنسين منفضين مخلين المكان نظيف. التنظيف اليومي ده مهم جدا زي التنظيف الاسبوعي، وزي ما قلت لكم التنظيف الشهري، يعني كل حاجه لها ايه وقتها. التنظيف الشهري ده بيبقى اصعب تنظيف، لان بنشيل في الستاير والسجاد والمفارش والمفروشات والبديل بتاع الانتريه او الصالون، يعني كل حاجه بتتشال معانا في الروتين الشهري ده وبتتنضف وبتبقى زي الفل. والروتين الاسبوعي زي ما احنا اتعودنا وكده معايا
بنكنس ونمسح وننفض ونخلي كل حاجة عندنا نظيفة. والتنظيف اليومي زي ما احنا شايفين بنرتب ونكنس ونلم الزبالة ونخلي حاجتنا كده ايه نظيفة. فانا هنا بكنس، انا هلم بقى الزبالة ماشي. وكده الانتريه يعتبر بقى خلص معانا. وكالعادة ما بشوفش بقعة اللبن او الزبادي الا في الكاميرا. شايفين يعني الكنبة اللي على الايد اليمين فيها كده بقعة كده ناحية الايد بيضة، دي برضو مطرح اللبن او الزبادي من الاولاد. وكالعادة ما بشوفهاش الا في الكاميرا. فان شاء الله بعد ما اسجل واخلص تسجيل هروح بقى ايه اغسلها وكده. بجيب بقى حتة سفنجة مبلولة مية او باي مسحوق، وبقعد ادعك في الانتريه كده الحتة اللي عليها البقعة دي، وبسيبها بعد شوية بتنشف. لما بتنشف بقى ما بيبقاش عليها حاجة وبتبقى زي الفل ماشي. ما ينفعش نسيب اي بقعة كده ايه ظاهرة طول الوقت. يعني اول باول نقدر نعملها بالطريقة دي بسفنجة كده ومية وحبة مسحوق، وبعدين نغسل السفنجة ونرجع بمية بس كأننا كده بننضفها او بنغسلها يعني وكده. وبعدين بتسيبها تنشف بتبقى زي الفل. مش شرط ان احنا نشيل الفرش كله يعني. بس فانا ان شاء الله هعملها بعد التسجيل. ودلوقتي عدلت الكاميرا ناحية الشباك ورحت عشان الم الغسيل بقى معاكم بالمرة. الجو كده مشتي وتحس ان هو هيمطر، فمش عارفة بصراحة يعني ايه. فقلت لا، الامان بقى ما دام الغسيل نشف بالمرة بقى الم الغسيل واطبق الغسيل كده واخلي ايه الحاجة اللي ناقصاني ايه اخلصها بالمرة. لان الاولاد لو صحيت مش هعرف اعمل اي حاجة خالص. فانا قلت اخلص من الانتريه مطرح ما كنا قاعدين كده وانضفه بالمرة والم الغسيل واطبقه ماشي. وبعدين بقى اخش بقى اعمل الغدا وكده. يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا رب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يا رب. هنا كده انا خلاص لميت الغسيل، وانا حاطه المشابك في الشنطه دي على جنب كده بعيد عن الاولاد. دايما ركناها كده اتجاه السفره ومخبيها بين الكراسي عشان اولادي ما خلوليش مشابك خالص، فدايما بقيت اخبيهم زي ما انتوا شفتوا كده ايه على جنب كده. كده انا لميت الغسيل بقى وهبتدي اطبق برضو معاكم. يا رب الفيديو يعجبكم وما يكونش طويل عليكم. انا مرضتش اطول والله. هو الفيديو يعني حوالي 8 دقايق او 8 دقايق وحوالي 20 ثانية اهو، يعني مش طويل خالص. حتى مرضتش اطبق الغسيل كله معاكم. انا عرفتكم ان انا لميت الغسيل وبدأت ان انا اطبق فيه تمام. قفلت الكاميرا ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت تطبيق الغسيل نهائي. قلت خلاص بقى ايه ما عرفوا خلاص ان انا بطبق الغسيل، فمش حابة ان الفيديو يكون طويل عليكم بقى. فرحت طبقت الغسيل وكده خلاص خلصت. لمينا الغسيل وطبقنا الغسيل وهروح اشيله. انا كده بقول لكم باي، الفيديو خلص وخلصت معاكم. هروح بقى اشيل الغسيل وكده الشكل النهائي معايا انتهى. زي ما قلت لكم هعمل البقعه دي، وادي كده شكل الانتريه النهائي بعد التنظيف. وده تنظيف يوم الجمعه. شكرا لكم واستنوني في فيديوهات جديده وروتينات جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.